متفرقين في 3 مستشفيات، اما في الرابطه وفي شار نيكول وفي المستشفى العسكري، وفيهم حالات اختيره، مع تاكيد طبعا على وفاه تعاون امن من القوات المختصه. في الاثناء جاء سيد رئيس الجمهوريه الباجي قائد السدفي وصرح انه انها عمليه ارهابيه شنيعه ووجوب الكعبه العامه لمواجهه الارهاب. بالنسبه لوزير الصحه في سيد العادي اعطى ارقام كما كنت وقلت لكم 38 جريح، مات منهم 2 وواحد في حاله خطيره، وبالنسبه للارهابيين هما 3 ماتوا منهم 2 وواحد في مصاب على مستوى الرجل. موجود في المستشفى الارهابي ايناس؟ نعم، الارهابي اللي تم القبض عليه موجود في المستشفى؟ اي موجود في المستشفى ومصاب على مستوى الرجل، كما صرحوا بعض العمال داخل لي زانفيرميير واللي يخدموا داخل المستشفيات، المستشفى نتاع شار نيكول، قالوا انه اغلبيه الجرحى مضروبين على مستوى الارجل. ايناس حاول توضح لنا فيما يتعلق بعدد الارهابيين، لانه السيد رئيس الحكومه قال انهم 5 ارهابيين. عندكش معلومه العدد بالضبط؟ اخر المعلومات بالنسبه لي انا لهنا من شار نيكول فما 3 2 ماتوا، واحد في مصاب على مستوى الرجل. عندكمش فكره على الجنسيه نتاعو؟ نعم؟ فماش فكره على الجنسيه نتاعو الارهابي المصاب؟ لا ما عنديش حتى الحاله اللي موجوده في مستشفى شار نيكول، ما فما مواطنين متواجدين، فما حاله غضب، فما حاله يعني استعداد الامن موجود غادي باش يحرس الجرحى؟ اكيد فما حضور امني مكثف على مستوى البلوك الموجودين فيه الجرحى. طبعا الاطباء لي زامبيلونس كل شيء متوفر، لانه هناك حاله استنفار قصوى على مستوى الامنيين وعلى مستوى المواطنين المستنكرين لهذا العمل الارهابي الجبان الذي اصاب تونس في الاعماق. انت قلت فما 2 من الجرحى توفاوا، يعني توا توفاوا من الجرحى ال 38 ولا من اللي كانوا موجودين في متحف باردو؟ لا على في المقاومه، يعني في متحف باردو. لكن اللي موجود لهنا مصاب على مستوى الرجل. شكرا لك ايناس على كل هذه التوضيحات، واي جديد تتصل بنا حتى نمدوا الساده المشاهدين بكل المعطيات الجديده.